أهلا بيكم. بصوا على الجمال ده، قطع بونبون شوكولاتة بتلمع كأنها جواهر. لو عمرنا شفنا الحاجات دي وسألنا نفسنا إزاي بتتعامل بالدقة دي، يبقى إحنا في المكان الصح. النهاردة هنكشف كل أسرار فن تلوين الشوكولاتة. سواء بقى كنا بنعمل حلويات في البيت أو مجرد بنحب نتفرج ونقدر الفن ده، أكيد السؤال ده جه في بالنا. السر كله بيبدأ بخطوة واحدة بس حاسمة، وهي التلوين. ودي الخطوة اللي يا إما هتحول قطعة الشوكولاتة لتحفة فنية، أو للأسف هتبوظها تماماً. أي نقطة مية مهما كانت صغيرة لو لمست الشوكولاتة السايحة بتعمل كارثة حرفياً. تعالوا نشوف إزاي. طيب، في ظاهرة كده معروفة في المجال اسمها سيزنج، أو بالبلدي التخريز. بالظبط كده. الشوكولاتة في الثانية بتتحول من سائل ناعم وبيلمع لكتلة متكتلة وخشنة، خلاص كده باظت. طب ليه ده بيحصل؟ ببساطة شديدة، الشوكولاتة دي عبارة عن دهون اللي هي زبدة الكاكاو وجزيئات صلبة زي الكاكاو والسكر. لما نقطة مية بتنزل عليها، السكر بيدوب في المية دي ويتكتل مع باقي الجزيئات الصلبة، والنتيجة قوام خشن ومتكتل. عشان كده مينفعش أبدا نستخدم ألوان الجل العادية أو أي ألوان مائية، لأنها ببساطة هتبوظ الشوكولاتة كلها. طيب خلاص، عرفنا العدو الأول للشوكولاتة اللي هو المية. إزاي بقى نلونها صح؟ هنا بقى بيبدأ الجزء الممتع. إيه هي الأدوات والألوان اللي الشوكولاتة بتحبها؟ عندنا 3 اختيارات أساسية وكلها آمنة. أول حاجة زبدة الكاكاو الملونة، وده الاختيار بتاع المحترفين اللي بيدينا اللمعة الخرافية دي. تاني حاجة البودرة، ودي ممتازة لو عايزين نعمل درجات ألوان خاصة بينا أو نلون كميات شوكولاتة كبيرة. وأخيراً الألوان الزيتية، ودي أسهل حاجة في الاستخدام المباشر. النقطة المشتركة والمهمة في كل دول إن أساسهم دهني أو زيتي، عشان كده الشوكولاتة بتقبلهم وما بيحصلش أي تخريج. ودلوقتي نيجي للجزء اللي كلنا مستنيينه، الجزء الفني. وهنا في مفاجأة، التلوين مش بيكون على الشوكولاتة نفسها بعد ما تتصب، لا خالص. التلوين بيحصل على القالب نفسه من جوه قبل ما تصب الشوكولاتة أصلاً. يعني كأننا بنرسم لوحة بالعكس. نبدأ بأول تكنيك، وده يمكن أسهل واحد فيهم، بس نتائجه دايماً بتكون مبهرة. بيعمل شكل كده شبه النجوم المتناثرة أو رشات ألوان عشوائية شكلها فني جداً. الموضوع أبسط مما نتخيل. كل اللي محتاجينه حرفياً هو أي فرشة خشنة، ممكن حتى فرشة أسنان جديدة. بنغمسها في زبدة الكاكاو الملونة السايحة ونوجهها جوه القالب، وبحركة سريعة بالصباع على شعيرات الفرشة بنعمل الرش ده. ممكن نستخدم أكتر من لون، يعني رش أبيض على رش ذهبي عشان نعمل تأثير سماوي جميل. التكنيك التاني بقى محتاج صبر أكتر شوية، بس النتيجة بصراحة حاجة تانية خالص. بتدي إحساس بالعمق، كأننا ماسكين مجرة صغيرة جوه قطعة الشوكولاتة. السر كله هنا في كلمة واحدة: طبقات. بنبدأ بلون غامق زي الأزرق أو البنفسجي، وباستخدام قطعة إسفنج صغيرة بنعمل طبطبة خفيفة ومش منتظمة جوه القالب. أهم خطوة إننا نسيب الطبقة دي تنشف تماماً، وبعدين نضيف لمسات بسيطة بلون فاتح زي الفضي أو الأبيض عشان ندي إحساس بالعمق والنجوم البعيدة دي. طيب، لو حد مش عايز يستخدم فرشة ولا إسفنجة، مفيش أي مشكلة. في أداة كلنا عندنا ومجانية: صوابعنا. أيوة، التلوين بالصوابع بيدينا تحكم كامل في دمج الألوان، وبيعمل تموجات طبيعية وناعمة جدا. وده بيضمن إن كل قطعة بونبون هتطلع فعلا قطعة فنية فريدة ومفيش زيها. بكده نكون عملنا الألوان والتصميمات. فاضل بقى التاتش الأخير، الأسرار الصغيرة اللي بتفرق بين قطعة حلوة وقطعة احترافية بتلمع زي المراية. اللمعة اللي بتخطف العين دي ليها أسرارها. النقط دي حاسمة جدا. أول حاجة، وقبل ما نلمس أي لون، لازم نلمع القالب من جوه بقطعة قطن نظيفة. ده بيشيل أي بصمات أو دهون وبيضمن إن البونبون يخرج بيلمع لمعة المراية. تاني حاجة، الصبر. لازم كل طبقة لون تاخد وقتها وتنشف كويس حوالي 10 دقايق قبل ما نحط الطبقة اللي بعدها. لو استعجلنا الألوان هتسيح على بعض والتصميم كله هيبوظ. احفظوا الرقم ده كويس: 30 درجة مئوية. ده الرقم السحري. درجة حرارة زبدة الكاكاو الملونة لازم تكون حوالي 30. لو أسخن من كده هتبقى سايلة زيادة عن اللزوم، ولو أبرد هتتجمد ومش هتتفرد كويس. الدرجة دي بتضمن إنها تكون انسيابية وتلزق في القالب بشكل مثالي. خلاص كده كل الأسرار بقت معانا، من أول قاعدة الشوكولاتة بتكره المية لحد درجة الحرارة المظبوطة وتقنيات التلوين. فالسؤال دلوقتي اتغير، ما بقاش إزاي بتتعامل، السؤال بقى إيه أول تحفة فنية هنبتكرها؟ مجرة بنفسجية، رشات ذهبية، ولا تصميم جديد تماماً؟